صباح الخير. الفيديو ده هيكون مختلط شوية، تدخل فيه سياسة، على هندسة، على اقتصاد، على جغرافيا، على حاجات كتيرة أوي. هنناقش فيه ليه العالم متردد أو مش قابل فكرة إن إيران تحصل رسوم على المضيق هورمز. بالنسبة لإيران دي طبعا فرصة بتتحمل بسببها الضرب والضربات والإعانات والبتاع وده الكلام ده كله عشان تبقى أمر واقع على العالم والعالم يعترف بيه، وبالتالي يعني إنقاذ مدى الحياة بقى بالنسبة لهم، داخل لهم، والدخل ده يبقى كتير حلو أوي، يعني حلو أوي أوي أوي. بيعملوا محادثات مع عمان وبيحاولوا يقنعوا عمان انهم يقسموا، وبعدين مش عايزين يقسموا بقى يعني يدي كل واحد يعني نقسم زي بعضينا، لا ده هم عايزين ياخدوا نصيب الاسد والباقي كله الفتات، يدوا فيها نظام لامريكا يسدوا بقها بانهم يدوهم سماحيه، يعني السفن بتاعتكم هتعدي ببلاش مش مشكله، او بالنسبه لعمان ياخدوا اي حاجه كده. اعتمادا منهم برضو على ان لو دلوقتي ترامب مش راضي، بكره هيرضى بالغصب عنه، على اساس ان هم هيتحكموا في الانتخابات القادمه وهيشيلوا الحزب الجمهوري من الصوره. ليه هم متاكدين من كده؟ على فكره ده هيحصل. هم وروسيا هيدخلوا يأثروا في الانتخابات عن طريق البوتس اللي هي الروبوتات. وعلى فكره الموضوع ده شائع ومعروف يعني. وحصلت قبل كده ان روسيا تدخلت في الانتخابات الامريكيه اللي فاتت واثرت كتير، روسيا كانت في الوقت اللي فات كانت في صالح ترامب، دلوقتي هتبقى ضد ترامب. اللجان، الدنيا كلها بقت لجان الكترونيه دلوقتي يا جماعه. عندك يعني احنا في مصر كله عنده لجان الكترونيه. الجيش عنده لجان الكترونيه، الدوله عندها لجان الكترونيه، ال الاخوان المسلمين عندهم لجان الكترونيه، السلفيين عندهم لجان الكترونيه، المسيحيين عندهم لجان الكترونيه، الاشتراكيين، الجماعه الناصريين، الجماعه بتوع الكيان دول عندهم لجان الكترونيه. آه آه فلو حصل ال 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 هيتحكموا في اسعار المواد اللي بتوصل للناس. فلما السعر يزيد وبالتالي الاستهلاك هيقل. لما الاستهلاك يقل يحصل ركود في الاقتصاد العالمي، وده اللي الناس كله خايف منه. يعني انت الدنيا هتغلى عليك، وبالتالي قدرتك على الشراء هتبقى اقل، هتشتري اقل، فيحصل ركود اقتصادي. ف بتعارض ايران معتمده على انها تستخدم او روسيا كمان هيستخدموا الاي اي بقى المره دي. ما هو تخيل انت كنت عمال تشتكي عشان البطس بتخش قبل كده، والبطس دي كل اللي بتعمله ان هي بتسجل تسجيل عشوائي، وبالتالي ممكن تبص تلاقي دخلك مليون واحد اشتركوا باسماء بني ادمين عاديين، لكن ما هماش بني ادمين، ده هم بوتس. دلوقتي بقت انيل وادل سبيلا. ليه؟ لان دخل لها الاي اي. فبقى تخيل انت بتخش تدخل بوتس، والبوتس ديت بني ادمين، بقت زي بني ادمين، مش بني ادمين بقت مليون بني ادم في واحد. يعني اذكياء جدا، اذكى بكتير قوي من البني ادمين. يعني ايه؟ يعني انا هدخل اشترك، البط هيدخل يشترك، البط من ده اللي هو الروبوت، يعني اسف، بيدخل يشترك، وعنده القدرة بقى ان يعمل مليون مشاركة على جميع المواقع وجميع البلاتفورمز، اكس، فيسبوك، غيره لينكدين، وهكذا. بني ادم بيتعامل، وبالتالي هيطلع اي اشاعات، تقول له اخترع لي اشاعات، يخترع لك مليون اشاعة في اي حاجة بسرعة كده وهو قاعد. وبالتالي العالم هيبقى مولد وسداح مداح
فيري سون، قريب قوي قوي، ده اذا ما كانش دلوقتي بقى اوريدي، احنا دلوقتي بنعاني اوريدي من الموضوع ده، من عمليه البوتس ديت اللي هي عمليه الروبوتات، او اللي هي بالاي اي، بالذكاء الاصطناعي. طيب هل ايران صح في رايي انا الان مخطئه؟ يا جدعان انتوا عشان تتدمروا، عشان يندربوا لكم محطات الطاقه ويحصل لكم اللي يحصل لكم ده، الموضوع ما ياخدش يعني، ياخد كام ليله. يعني امريكا بتضرب في الفاضي، يعني امريكا بتضرب كلام اي كلام، لانها مش عايزه تدمر ايران فعلا، اعتمادا منها لانها هتقدر تسيطر على مخدرات ايران زي ما سيطرت على مخدرات فنزويلا قبل كده. فعشان كده الضرب ما هوش ضرب جامد، اوعى تكونوا فاكرين ان ده ضرب، ده الضرب كله في حكايه الحرس الثوري والقواعد العسكريه اللي كانت زايده عن اللزوم بصراحه. بلد زي دي مضيعه مواردها كلها على الموضوع العسكري، لان عندهم ايمان شديد جدا جدا ان هم المفروض يتفوقوا ويتميزوا ويسيطروا على العالم. عندهم يعملوا امبراطوريه، يسيطروا على منطقه الشرق الاوسط دي اقل شيء. عندهم ايمان بكده. ايه اللي مديهم الايمان ده؟ ما اعرفش. عشان تكونوا عارفين يعني الجيش الايراني كله بقوته وعتاده وكله لا يقارن بالنسبه للجيش المصري في مراكز التقييم العاديه. يعني كل الناس عارفه كده، او المراكز التقييم العالميه عارفه كده، ان جيش ايران لا يقارن بالجيش المصري. الفكره كلها انهم منتشرين في كل حته، عندهم قواعد جامده جدا، ده كان هدفها اساسا السيطره على الشعب قبل ما السيطره على العالم. لو حصل وايران عملت كده بقى ايه اللي هيحصل؟ مصر من ناحيه هتضاف، هتستفيد، قلنا لان دول الخليج هتعمل انابيب وتوصل بترول عن طريق البحر الاحمر وكده. المشكله الثانيه بقى انها بقت ايه، بقت رسمي بقى. نيجي نبص بقى نلاقي ممكن بمنتهى البساطه ان اليمن، وعلى فكره انا بقول اليمن مش برضه مش شرط الحوثيين بس، يعني ما بقت قانون بقى. يعني اليمن بشطريه الاثنين، والصومال واريتريا والجماعه دول يعملوها تحت برضه، وبقت قانون. اشمعنى؟ نظام اشمعنى؟ ويبتدوا يفرضوا رسوم على اللي بتعدي كده. نيجي بقى ندخل اللي فيه مضيق تاني جدا جدا، اهم من هرمز بكتير قوي قوي قوي، اللي هو منطقه، اللي هو مضيق جبل طارق. عارفين الراجل بتاع الهبل الأكذوبة بتاعت البحر العدو أمامكم والبحر من خلفكم وبتاع، وطارق بن زياد والكلام الفاضي اللي بيضحكوا على عقلية الناس بيه، واللي ما حصلش على الإطلاق في التاريخ، اللي هو بتاع طارق بن زياد. تاريخيا ما حصلش الكلام ده، لا طارق بن زياد ولا قال لهم العدو أمامكم والبحر خلفكم. ده هم كانوا شوية مستأجرين رايحين عشان حرب خلاف بين اتنين في بعضهم في اسبانيا، واسبانيا ندمت عليه. المضيق اللي هو مضيق جبل طارق ده يا جدعان، وده يفكرني بشويه الهبل اللي حصل في المغرب قريب، وكنت عايز اكتب عليه كتير وترددت يعني كسلت او نسيت. اللي يقول لك المهاجرين راح 60,000 واحد من المغرب راحوا اوروبا، راحوا اسبانيا، راحوا اسبانيا، راحوا اسبانيا، والكل عمال يكرر الحكايه دي، راحوا اسبانيا، راحوا اسبانيا، راحوا اسبانيا، راحوا اسبانيا، راحوا اسبانيا. ومحدش فاهم، محدش فاهم خالص. معتقدين يعني ان الناس عاموا كده وعبروا مضيق جبل طارق وراحوا اسبانيا، واسبانيا رجعتهم. ليه؟ يقول لك انا بيسموها بالعربي ثابته ومليله. والناس راحة عشان تدخل اسبانيا من الحتت دي. يا جماعة الناس بتوع المغرب راحوا من المغرب الى المغرب، ما راحوش من المغرب لاسبانيا. هتقولي قانونا راحوا اسبانيا، انا عارف، انا متعمد الحكايه ديت عشان الفت نظر الناس، بس ان انا بقولها كده لان كله عمال يتكلم على ان 60,000 واحد دخلوا اسبانيا، 60,000 واحد، هم الحقيقه دخلوا المغرب. الحكايه كلها ان سنه 1415 الجماعه البرتغاليين كانوا واخدين المغرب، فتنازلوا لاسبانيا او ادوا
الحكايه كلها كانت هدايا. يعني ملك طمعان في مرات الملك الثاني، عايز يوصل لها، يقوم يهدي جوزها جزيره، يعمل مش عارف ايه. دي حتى مش جزر، ستة اسمها ستة أنمية، ستة أنملية، اللي هما في العربي يقول لك سبتة ومليلة. الستة ديت اللي هي أقرب إلى الغرب على مضيق جبل طارق، عند المضيق بالظبط. ادوها البرتغال للأسبان سنة 1415، لأنهم كانوا مسيطرين على اليمن، على المغرب في الوقت ده. بعدها ب 60 70 80 سنة، سنة 1490 في مدينة تانية أكبر اسمها مالية. السبيلنج بتاعها بالإسباني MELILLA. عندنا بالاسباني اي LLA بتتنطق إيا. يعني انت لو حطيت ELLA اللي هي إيا دي يعني هي. هتقول لي يعني تكونش هي دي جايه من عندهم؟ اقول لك احتمال كبير قوي. احتمال كلمه هي جايه من اصل لاتيني اللي هي إيا، اللي هي. فعندنا سبتة أنملية، دول قانونا ورسمي تبع القانون وتبع الأمم المتحدة، تبع أسبانيا، رغم أنهم أرض مغربية. ويا ريتها مش جزر كمان، ده رؤوس. بمعنى إيه؟ عارف أنت عندنا زي راس محمد كده وراس الحكمة، يعني إيه؟ يعني مدن على المحيط، على البحر الأبيض المتوسط. مدن على البحر الأبيض، مدن مغربية ولكنها تحت السيطرة. فالاتحاد الأوروبي بيشترك مع أفريقيا في الحدود من هنا. يعني أنت تبقى قاعد بيحصل إن المغاربة يوميا، المغاربة زي ما الفلسطينيين بيعملوا أو كانوا بيعملوا وما زالوا بيعملوا في الضفة، لسه ما بيعملوش في القطاع بقى، راحت عليهم. زي ما بيطلعوا العمال يروحوا الصبح يدخلوا إسرائيل يشتغلوا ويرجعوا تاني آخر النهار يناموا في بيوتهم، المغاربة بيعملوا نفس الحكاية. بيروحوا يدخلوا سيتا ديت أوميليا، يدخلوها يشتغلوا ويرجعوا تاني. إذن في تجارة يومية أو عمالة يومية بين المغرب وبين أسبانيا عن طريق سبتة وميليا. المغرب طبعا بتعتبرها أراضي محتلة. المغرب بتعتبر إنه سيتا أنملية ديت أراضي محتلة وبتطالب برجعتها. أسبانيا تقول لك لا دي بتاعتنا، احنا خدناها بالهدايا وانتهينا. اللي زود الموضوع طينة بقى، واللي مخلي موضوع حاجتين اتنين مخلين موقف المغرب ضعيف جدا جدا جدا. اول حاجة ان المغرب كحكومة، صحيح كان حكومة قبل كده مش الحكومة الحالية، الحكومات اللي قبل كده للأسف اعترف بتبعية سيتا أنمية اللي هي سبتة ومالية، اعترف بتبعيتهم لأسبانيا. يبقى أنا عندنا اعتراف رسمي مغربي بأن الأراضي ديت أراضي أسبانية وبتاخد حكة عليهم لحد دلوقتي. الحاجة الثانية القوة، منطق القوة. هل المغرب عندها قدرة أنها تحارب أسبانيا كأسبانيا لوحديها؟ ده أسباني؟ طبعا لأ. تيجي تاني بقى كمان يا ريتها أسبانيا بس اللي احنا هنحاربها، ده إذا فرضنا يعني. لا، ده أنت بتتكلم على الاتحاد الأوروبي، يعني الناتو. هل المغرب قادرة أنها تحارب الناتو عشان ترجع سيتا أوميليا اللي هي سبتة ومالية؟ طبعا وماليليا بيقولوا عليها بالعربي ميليليا. فطبعا لا، وبالتالي الموضوع زي ما انتم شايفينه كده. فانا بصحح معلومه لاني لاحظتها، ما حدش تطرق اطلاقا، لان الاراضي اللي راحلها المغاربه ديت هي اساسا اراضي مغربيه وموجوده على ارض القطر المغربي، ولكن للاسف بتتبع لاسبانيا. فهم ما راحوش اسبانيا، ده هم راحوا بلدهم. بعضهم عبر الحيطه، وبعضهم عام وقال لك ندخل بقى من البحر احسن. وعشان كده تيجي انت المشكله بقى الناس اللي في سيتا ومالية اللي هم فيهم نسبه كبيره هم اسبان
لكن فيهم نسبة كبيرة من أصل مغربي، وطبعا خدوا الجنسية هناك وعاشوا هناك وبقوا أسبان. مش عايزينهم أساسا، مش عايزين مغاربة. تعمل ليه؟ لأن البطالة هناك 30%، نسبة البطالة 30%. أنت هتقول لي إزاي يعني إيه بطالة 30% وأنت بتقول لي الناس بيروحوا يعدي؟ يا عم الحاج، ما أنت لازم تفهم حاجة. هو أمريكا هنا مش عندنا إحنا بطالة؟ ما إحنا عندنا بطالة في أمريكا. ومع ذلك الكل محتاج البطالة دايما لما بتتقاس عند الناس عند الوظائف اللي هي المعقولة. لكن انت دايما محتاج، مش عارف اقولها ازاي، محتاج عمال، طبقة لا مؤاخذة خدام، نتكلم بالشكل ده على طول. محتاج اللي يجي يخدم عندك، محتاج اللي يجي يعزق لك الجنينه، محتاج اللي يجي يظبط لك يكنس لك بيتك، محتاج اللي هي يعمل كده، يعمل اللي هي الوظائف الضعيفه دي. دايما هي دي اللي بتحتاجها اسرائيل. هي اسرائيل بتاخد من الفلسطينيين، بتاخد منهم علماء مثلا. عمرك سمعت عن فلسطيني، عالم فلسطيني ولا دكتور فلسطيني بيروح يدرس في الجامعات الاسرائيليه؟ ولا مفيش الكلام ده. اللي بيحتاجوا العماله، اللي هي العمالة الضعيفة، اللي هي الإسرائيلي لن يقدم عليها، فبيقدم بيخش عليها نفس الحكاية في سيتا ومليا اللي هم الأراضي الأسبانية. بيحتاجوا العمالة المغربية عشان العمالة اللي هي الغير ماهرة، الغير ماهرة، أو البلو كولر. بلو كولر يعني الياقة الزرقاء. الياقة الزرقاء دي كل الدول بتحتاجها. وامريكا بتسيب، رغم انهم بيمشوا الناس وبيعملوا غير، لكن بتسيب المكسيكان. لان بصراحه امريكا من غير المكسيكان ما تقدرش تعيش. انت لو رحت اي مطعم تشيل منه المكسيكان، روحهم، ما هم معهمش اوراق اكترهم، روحهم، كل الاقتصاد المطاعم كلها تقفل. انا عن نفسي نيويورك لا اتخيل مطعم ممكن يمشي من غير ما تشيل المكسيكان اللي فيه. انا كان عندي 12 واحد شغال في مطعم كلهم مكسيكان وكلهم ما معهمش ورق. تخيل انت كان ممكن يستمر عامل ازاي. محتاجه انت بقى، محتاج المرمطون، محتاج اللي يمسح البلاط، محتاج اللي يقطع الخس، محتاج اللي يقطع مش عارف ايه. يعني لازم الامريكان ما يعملش كده. الامريكي حتى تيجي تقول لي طب الامريكي الاسود مثلا او من اصل افريقي، تخيل ان حتى ده بيقرف يشتغل الحكايه دي. يقول لك انا اعمل ليه كده؟ طب انا اروح اخد ويلفير، اخد اعانه من الدوله وتاجر لي في المخدرات، ولا اعمل اي حاجه، واقعد اخلف عيال اخد عليهم اعانات، وخلصنا على كده. فمن غير العماله الماهر دي البلاد دي ما تمشيش. الجماعه بقى المغاربه اللي كانوا طمعانين عن طريق اللجان الالكترونيه، برضو شويه لجان طلعت وقالت لهم شويه كلام فاضي، ان انت لو دخلت هناك محدش هيقدر يمشيك، واللي والكل طمعان طبعا. فكله هرب على هناك على انه هيبقى اسباني، هياخد الجنسيه الاسبانيه وهيرتقي. مع ان انا لو صبروا في بلدهم هتبقى حلوه قوي. المغرب هتبقى حلوه قوي، لان الملك اللي هناك ملك خنافس كده شوية، يعني ملك مش ملك. يعني أقول لك إيه، بس سياسته عجباني. سياسته هو وسياسة محمد بن سلمان الاتنين عجبيني جدا 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 بصراحة، وهيرتقوا ببلدهم. والاتنين بيبعدوا عن الهوس، الهبل الديني اللي مصر ماشيه فيه، واللي عمره وهو بيعتبر مكبح من مكابح التقدم عندنا في مصر، الا وهو الدروشه، نظام الدروشه. يعني عندنا رئيس بيطلع بدل ما بيقول لك احنا بنعمل واحنا بنسوي وكل حاجه، يقول لك لا عشان مصر حافظها، مصر ربنا حافظها. يا عم الحاج، مصر انت مقتنع بالكلام ده؟ انا عايز يعني مقتنع بالكلام ده ازاي؟ حافظ ايه؟ هي مصر قيمتها ايه عند ربنا غير قيمة الناس التانيين؟ دول مخلوقين، ربنا خلقهم كده. يعني دول عبيد ربنا ودول عبيد ربنا، خلق ده زي ما خلق ده. يبقى غير عادل وظالم لو حاب مصر على حساب غيرها. فاذا الكلام اللهبل ده ارجوكوا بطلوا تسوقوا للناس بقى.